تكنو نتابع في أخبار التكنولوجيا والاكتشافات العلمية. باحثون من المغرب يطورون جهازا روبوتيا لاستخراج سم العقارب بهدف استخدامه في صناعة الأدوية. باحثون من كلية العلوم بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني في مدينة دار البيضاء حصلوا مؤخرا على براءة اختراع لهذا الجهاز الروبوتي الذي يسمح بالاستخراج الآلي للسم من العقارب بشكل سريع وآمن وفق الباحثين. الجهاز طور كبديل للطريقة اليدوية المحفوفة بالمخاطر والتي تعتمد على التحفيز الميكانيكي اليدوي من خلال تثبيت ذيل العقرب وإرسال شحنة كهربائية تحفز العقرب على إنتاج قطرات من السم. هذا الجهاز يمكنه إذن استحلاب أو امتصاص السم عن بعد عبر شبكة ناقلات آلية. الجهاز هو الأول من نوعه عبر العالم وفق الباحثين المغاربة، إذ بإمكانه استخراج السم من 32 عقربا في دفعة واحدة. وللإشراء ومن غير المعروف كثيرا إن سم العقارب يعد من المواد النفيسة والنادرة عبر العالم، إذ يتجاوز سعره أحيانا $8,000 للجرام الواحد، وذلك أنه يستخدم في عدة مجالات لا سيما في صناعة الأدوية كإنتاج أنصار مضادة للسم. وأيضا هناك أبحاث حول إمكانية استخدامه في علاج مرض السرطان كما يستخدم في صناعة مستحضرات التجميل. تطوير روبوتات تساعد في علاج كسور العظام في جسم الإنسان. هذه الروبوتات الدقيقة طورت من قبل باحثين في جامعة لينشوبينغ السويدية وجامعة كايا اللبنانية. هذه الروبوتات صنعت من قبل مجموعة من الألواذ تتخذ أشكالا مختلفة قابلة أن تكون لينة في البداية ثم تتصلب تماما مثل مراحل نمو عظام الإنسان. الباحثون سلهموا ابتكارهم من عظام جمجمة الإنسان عند الولادة، إذ لاحظوا أن الإنسان عندما يولد تكون لديه ثقوب في الجمجمة مغطاة بقطع من الأنسجة الرخوة، وبعد الولادة تأخذ عظام اليفوق هي المنطقة التي تكون لينة في الجمجمة تبدأ تدريجيا في التصلب. الباحثون يقولون إنه بالإمكان حقن هذه الروبوتات الدقيقة اللينة في جسم الإنسان أو في مكان العظم الذي يكسر باستخدام حق رافعة، ثم يتم تركها لتنمو عظامها صلبة. كما أن الباحثين اكتشفوا من خلال هذه الأبحاث والدراسة نوعا من المركبات الحيوية يمكنها تحفيز نمو العظام في وقت قصير. باحثون يبتكرون روبوتات طحالب لمراقبة المياه والمحيطات. هذه الأجهزة هي في الحقيقة نصف روبوتات، نصفها روبوت ونصفها الثاني عبارة عن طحالب، إذ صنع باحثون من جامعة غرب إنجلترا المملكة المتحدة روبوتات من دون أجزاء إلكترونية وضعت داخل غلاف كروي بلاستيكي مطبوع بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، وتم إذن وضع هذه الكرات أو الروبوتات داخل طحالب. هذه الروبوتات إذن نظرا لعدم وجود أجزاء إلكترونية داخلها لن تتداخل مع أي أدوات قياس حساسة كهرومغناطيسية في أعماق البحر والمحيطات، وستسمح الباحثين دون إزعاج الكائنات البحرية بقياس التغيرات في حرارة المياه والمحيطات، وأيضا قياس نسبة الأكسجين في المياه. الروبوتات تسبح في الماء وحركة حول العوائق بفضل عملية التمثيل الضوئي، وهي هذه الروبوتات قابلة للتحلل بمعنى أنها لن تساهم في تلويث المحيط. إذا نصل إلى نهاية فقرة، كنت لكم على المتابعة وإلى اللقاء.